ده واحد استغل كل خلايا مخه عشان يعمل مشروع بالتصميم ده. المشروع عبارة عن مزرعة دواجن بياضة وتحتها مزرعة أسماك. اللي بيحصل كالآتي: السبلة بتاعت الفراخ بتنزل على مزرعة الأسماك، السمك بيتغذى عليها، ومن هنا يبقى ضرب عصفورين بحجر. قد تكون اقتصاديا، ولكن الفكر هو اللي بيجعلك اقتصاديا. الفكر نفسه ممكن يخليك في حتة تانية. مش لازم تكون رأس مالي وراجل معاه فلوس عشان تقدر تشغل فلوسك. زي ما احنا شايفين دي الطرقة، بيكنس السبلة وبيوقعها على الأسماك اللي تحت، مزرعة قراميط وأسماك. وزي ما احنا شايفين السمك قد ايه، كمية سمك رهيبة، والفراخ بتاكل، وإنتاج بيض وإنتاج أسماك، ويعني إنتاج داجني وإنتاج ثروة سمكية في نفس الوقت. وحاجة حلوة جدا وأحد المشروعات الجميلة والمربحة. وزي ما احنا شايفين أهو بيكنس السبلة للقراميط والسمك بقى اللي تحت. خيرك خيرك يا جماعة، خير. دي واضح انها مزرعة كبيرة مكلفة، والوضع يعني جميل جدا، واحنا شايفين كده يعني حاجة زي الفل، كله تمام. ويعني شايفين السمك قد ايه يا جماعة؟ سمك كتير، سمك يعني. ودي فراخ بياضة، انتاج بيض وانتاج دواجن. بيمشي بقى يكنس السبلة بتاعت الفراخ للأسماك. لو عجبك الفيديو تابعوني على قناة حياتنا اليوم على اليوتيوب. شكرا لكم.